السلام عليكم اخوان ورحمة الله وبركاته، كافة محبي ومتابعي قناة تربية الحيوانات. ان شاء الله احنا مستمرين وياكم وما ننقطع من عندكم، بس احنا تعرفون ظروف وعمل. فاليوم حبينا نصور وياكم هذا الفيديو. مثل ما تشوفون هنا عندنا البيض مال الدجاج، وكذلك عندنا 2 بطوط. إن كانوا 3 بس واحدة ما قدرت، إنه مو ما قدرت ولكن طلعت، بس كان عندنا هنا وجبة كتاكيت طالعة فما خلنها، ظل ينقرن بيها هي وبالبيضة لما الخطية ماتت ما قدرت تطلع. بس هسه عندنا من الحمد لله والشكر ذن 2 البطات الحلوات هذين طلعن داخل هاي الفقاصة مثل ما تشوفون. أكيد هي الفقاصة تحتوي أي بيض، إن كان للطيور أو للعصافير أو للدجاج. فخلينا هاي البيض البطة كثب بيضات، طبعا 3 بس واحدة ماتت بسبب الكتاكيت الصغار، العصافير نقرنها، وهذين ظلن 2 مثل ما تشوفون. ومثل ما تفضلنا إنه الفقاصة شيء مفيد بالنسبة لمحبي ومربي حيوانات. وهذا مثل ما تشوفون هذا الدرة، هذا احنا اشتريناه قبل كم يوم، بس هو مشكلة هسه خليه عمود يسوي له دعاية ونعرضه للبيع زين. فمثل ما تشوفون نحن مثل ما قلنا انه الفقاصة كلش مفيدة، الفقاصة كلش مفيدة بالإنتاج البيض، خصوصا اللي عندهم دجاج أو اللي عندهم بطوط أو عندهم فسيفس أو حتى طاووس. يعني تعرفون الفقاصة أي بيض ممكن تخليه بيها. وهسه احنا راح نطلع البطات يمشين بالقاع زين، نكشني شوية يتعودين، وما نخليهم هواية بالفقاصة. شوفوا حطوهم، راح جيبين الماء خليهم حتى يشربون شوية ان شاء الله. هذني صار عمرهن اليوم الثاني مثل ما تشوفون ان شاء الله. وهاي الفقاصة هاي ان شاء الله عندنا وجبة بيض بعد كم يوم شيء قليل تطلع ان شاء الله. خلينا نسد الفقاصة لان صار دقيقتين، هي ما تأثر، بس احنا افضل حتى نحافظ على درجة الحرارة والرطوبة. شكرا لكم، تحياتي، مع السلامة.